اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإنك بكل شيء بصير. اللهم ارفع الحيرة ووسواس الخوف عنا، وارفع عنا ذنوبا أتعبتنا في الدنيا كرما منك ومنا، وكن معنا كريما حيث كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة جديدة كده وجميلة ومختلفة وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص. هي بانيه القرنبيط. هنعمل القرنبيط بطريقة حلوة كده زي البانيه بالظبط وبأبسط حاجة يعني، وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة هنجيب القرنبيط بتاعنا وتسلقيه، وبعد كده هنجيب الخضار بتاعنا، قرن فلفل، طماطمايه، جزر، بصلايه، فصين توم، وكم عود كزبره. هنجيب اول حاجه الطماطم وهنقطعها صغير جدا، قطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين. وبصراحه القرنبيط ده هيعجبكم جدا، بانيه القرنبيط. احنا قلنا نعمله بديل يعني للبانيه الغالي طبعا، اللي احنا كلنا في الظروف دي بقى مش عارفين نجيبه زي الاول. فانا قلت اخترع حاجه كده شبهه وتبقى طعمها كويس وجميل وبسيطه. قطعنا الطماطم بتاعتنا قطع صغيره. هنجيب فلفل رومي او فلفل حامي زي ما تحبي، هنقطعه برضو قطع صغيره من كل حاجه، يعني حاجه واحده. فلفلايه، طماطمايه، جزرايه، مش عايزين نكتر لان كل ده هيعمل لك كميه كويسه يعني. قطع الفلفل كده قطع صغيره، مكعبات صغيره. بعدين هنجيب الكزبره، ان الكزبره بتبقى جميله جدا مع القرنبيط. حابه تحطي بقدونس ماشي براحتك، لو مش بتحبوا الكزبره. هنقطعها برضو ناعم جدا. زي ما حضراتكم شايفين، كام عود يعني، ما تكتريش عشان بتدي ريحه وطعم جميل جدا. بعد كده هنجيب الجزر، مش هنقطعه بقى عشان الجزر بياخد سوا كتير، فهنبشر الجزر بتاعنا، هي جزرايه واحده. وبصلايه برضو متوسطه هنبشرها. طب لو ما عنديش جزر عادي ممكن استغنى عنه، يعني انا بحاول اجيب لك الحاجه اللي موجوده عندك في البيت. اي مكونات من الموجوده دي استعمليها. عايزه تحطي حاجه بدل حاجه برضو براحتك زي ما تحبي، دي اذواق. وهنا جبنا يعني فلفلايه حاميه، هنقطعها بالراحه جدا، بس مش هنقطعها كلها لانها بصراحه كانت حراقه جدا، وخدت حاجات حته بسيطه منها كده ونعمتها. بعد كده هنجيب فصين الثوم، هنهرسهم بالراحه كده ننعمهم. عايزه تدقيهم براحتك ماشي، عايزه تفرموهم كده برضو براحتك. هنحاول ننعمهم كده بالراحه وناعمين، لان صراحه الثوم بيدي ريحه جميله وطعم جميل. نعمنا الثوم بتاعنا، خلصنا الخضار بتاعنا كله قطعناه. هنجيب بقى القرنبيط اللي احنا سالقينه. القرنبيط ده مسلوق، هنقطعه، هنحاول نقطعه صغير كده خالص علشان يبقى جميل كده في الخلطة اللي احنا نعملها، ما يبقاش كبير وباين. نعمه كده على حسب بقى كمية القرنبيط اللي انت عايزاه.
بصراحة الطريقة دي بسيطة ومش مكلفة، وحضرتك يعني هتشوفي ان انا بحاول يعني على قد ما اقدر ابسط لكم في الاكل جدا. وطعمها كان جميل جدا، روعة بصراحة، عجبت الولاد كلهم وعجبتنا احنا كمان. هنا قطعنا القرنبيط بتاعنا كله. هنجيب طاسة هنحط فيها معلقتين 3 زيت، وهنحط فيها البصلاية الناعمة اول حاجة. مش هنحمرها قوي بقى، هنحاول ان احنا ايه يعني تبقى صفرة كده، يعني البصلاية تدبل معانا، لان انا عايزة استفيد بالخضار بتاعي برضو، ان انا ما اسويهوش قوي لان لسه هيستوي معايا تاني في التحمير. هنقلب كده لحد ما البصلاية تدبل معانا. وهنا البصلاية دبلت معايا شوية، وهضيف عليها فصين الثوم. كل حاجة كده هنضيفها بالتدريج من الخضار بتاعنا على حسب نوع السوا بتاعه. هنضيف بعد كده الفلفل الرومي وهنقلب شوية كده. بصراحة اللون جميل جدا بتاع الخضار مع بعض، وشكله يفتح النفس، وطعمه كمان اجمل. بعد كده هنضيف القرنبيط عشان برضو ياخد تشويحة كده جميلة معانا ومع الخضار، ويشرب من طعم الخضار وكله كده يندمج مع بعضه. هنضيف ربع معلقة فلفل اسود، وربع معلقة كمون، وهنقلب الخضار كله بتاعنا كده لحد ما يتشوح مع بعضيه كده، والريحة جميلة جدا والطعم اجمل. ان شاء الله يعجبكم كلكم. وفي الاخر بقى هنضيف الكزبرة بتاعتنا الناعمة، منحطهاش في الاول، لازم نحطها في الاخر نستفيد بيها، بتدينا طعم حلو وريحة جميلة، وبألف هنا وشفا. هنا بقى هنعمل الخلطة بتاعتنا اللي هي ببيضة واحدة عشان خاطر ما نكلفش بعض. بيضة واحدة، وهنجيب التوابل بتاعتنا: ملح، كزبرة ناعمة، كمون، بابريكا مدخنة، فلفل اسود، وكركم، وبيكنج باودر. من كل حاجة نص معلقة، وهنضيف نص كوباية مية بالتدريج كده، وهنقلب كويس قوي الخليط كله مع بعضه. وهنا هنجيب نص كوباية دقيق مع معلقتين كبار نشا، وهنضيف حبة حبة بالتدريج لحد ما نشوف القوام بتاع العجينة بتاعنا متماسك ومظبوط ولا لا. هنا خفيف، هضيف كمان شوية طبعا على حسب كل واحدة، ويعني وحسب العجينة اللي هي حباها، يعني متبقاش خفيفة قوي متبقاش تقيلة قوي، عشان خاطر لسه هضيف عليها الخضار بتاعنا كده خفيفة. هضيف كمان شوية حبة حبة.
وانت هتحسي يعني بالقوام بتاعها في ايدك كده وانت بتقلبي كده القوام بتاعها مظبوط وكويس. هنضيف عليها بقى الخضار بتاعنا بس لازم يكون بارد، هتسيبيه لحد ما يبرد علشان خاطر ما يبقاش سخن مع البيض اللي احنا حطيناه والعجينه تستوي معايا من السخونيه بتاع الخضار. فتسيبيه لحد ما يبرد وبعدين هتضيفي حبه حبه وهتقلبيه عشان تشوفي قوام العجينه مع الخضار بتاعك. نقلب كده قوام العجينة مظبوط مع الخضار. هنعمل بقى اول حاجة نحط طاسة فيها معلقتين زيت. هنا معلش الجزء ده ما تصورش معايا، انا ضفت عملت قرص كبير من العجينة بتاعتنا دي اللي هو الخضار بالخلطة بتاعتنا، وقلبته على الجنب التاني واستوى وبقى زي الفل. جبنا معلقتين زيت وهنضيف بقى جزء من الخلطة بتاعتنا، هنعملها كده زي البانيه زي ما حضراتكم شايفين، زي القراص كده. هنا بحاول اشوفها استوت فكت من الطاسة ولا لسه. الجنب التاني استوى معايا، هقلبه على الجنب التاني عشان يستوي. شكلها جميل وطعمها اجمل ونفس شكل البانيه طبعا طعمه مختلف بس يعني احنا بنحاول نقتصد على قد ما نقدر، نجيب حاجة بديل حاجة عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها كلها. ربنا يبعد عنا الغلاء يا رب واي حاجة وحشة. وطبعا انا بشكر كل حبايبي المشتركين الجداد وبقول لهم ان انتوا نورتوني في القناة، وكلنا اخوات وربنا يديم يا رب المحبة ما بيننا. هنا استوت معايا شكلها جميل يفتح النفس. وطبعا عايزة تحمريها زيادة انتي براحتك بقى، عايزة تخليها تحميرة خفيفة برضو انتي وذوقك. هنضيف برضو معلقة كده، تملي المعلقة كويس وتضيفيها في الطاسة وتفرديها زي ما حضراتكم شايفين. وما تخافيش مش هتفك منك ولا حاجة لان العجينة كويسة معاها مع الخضار كله متماسك مع بعض. هنا هنشوف الجنب ده استوى، هنقلب على الجنب التاني نحمرها من الجنبين. وهنا هنكون خلصنا بانيه القرنبيط الجميل بتاعنا. وطبعا انا عملت قشرت بطاطس لاني قلت انسب اكله مع بانيه القرنبيط ايه، بطاطس محمره. وهنا كانت جاهزه معانا بانيه القرنبيط الجميل اللي ان شاء الله كلكم هتعملوه ويعجبكم، واستنى تقولوا لي رايكم ايه. ويا رب يكون عجبكم وعند حسن ظنكم. وشكرا جدا ليكم، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.